السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه انا من حواء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نعاود لكم كيفاش تخدموا القب. بزاف الاخوات اللي خلاو لي تعليق نعاود نشرح لهم القب، واخا راه شرحته شحال من مره في القناه. غنعاود نخدم معكم القب هذا. كما كتشوفوا هذا القب باقي ما لصقته، كنت غادي نلصقو. قلت قبل ما نلصقو لكم في الدوره ديال الكول غادي نشرح لكم القب بعدا كيفاش كيفاش تلصقوه القب، عاد ديروه في الدوره ديال العنق. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القب من بعد ما كيتفصل. انا درت ليه هاد التكفيفه هذه هي الدوره ديال العنق اللي كنقطعوا بالمقص من بعد ما كنفصلوا. ها هي كما كتشوفوا، انا غنتنيها على زوج باش تشوفوها مزيان. ها هي انا درت لها التكفيفه، هذا الظهر وهذا الوجه. انا هنايا درت لها حتى هي التكفيفه، وكنخلي داك الشويه اللي كيكون هنايا في جهه الشوشه كنخليها هي اللي غادي تجي لداخل. هذا كيجي لداخل ديال الثوب. المهم باش تفهموا مزيان، هاكا من بعد ما كيتقلب القب هاد الجهه هذه كنلصقوها، هي اللي كنلاقيو بالملاقيه اولا بالخياطه ديال الماكينه على حسب شنو بغيتو. وكنجي حتى لهنا لتحت، هذه جهه الشوشه كندخل تقريبا هنا واحد باش نعبرها لكم باش تفهموا مزيان. تقريبا واحد 4 حتى 5 سنتيم كنخلي كنكففها وكندخلها لداخل. من بعد ما كديروا الشوشه ما كتجيش الخياطه على برا. هي كما كتشوفوا هنا ما كتجيش الخياطه على برا. هاد الجهه هذه اللي نخدموا بالملاقيه كيجي الوجه ديالها، هذا هو الداخل اللي كيجي على الظهر ديال الجلابه. نتمنى تكونوا فهمتوا. المهم انا غادي نلاقي هاد الجهه هذه غادي نشركها بالملاقيه، نفس الملاقيه اللي كنت شرحت لكم في الفيديو اللي قبل، لصقت بها الكتف. غنشرك بها هاد الجلابه هاد القب هذا، وغادي نوصل حتى لهنا، وغادي نقلب ونخدم من برا. نتمنى تكونوا فهمتوا. المهم غنبدا معكم هاد الشويه هذا، غنبدا معكم شويه حتى نوصل هنايا ونوريكم كيفاش غادي ندير باش الاخوات المبتدئات يفهموا مزيان. واخا راني شحال من مره حطيت لكم الطريقه كيفاش تخدموا القب، ماشي مره ماشي جوج، واضطريت انني نعاودو حيت بزاف اللي خلاو لي تعاليق قالوا لي عاودي لينا القب وعاودي لينا حتى الشرك ديال الجلابه. حتى هي خليت لكم شحال من مره حطيت لكم الطريقه ديالها. المهم اللي بغات تعاود تشوف تدخل القناه وتقلب، راه كاين الطريقه ديال كيفاش تشركوا الجلابه، ودرت القميص تا هو كيفاش تشركوا. المهم غادي نحاول نلصق معكم دابا القب، ولا جاني الفيديو طويل غادي نقسمو على زوج. غندير نحط لكم في الفيديو الاول نعاود ندير لكم الجزء الثاني. المهم تبعوا معايا. دابا غادي ندوز نلاقي وخليكم ما تمشيو بعيد. هنايا كما كتشوفوا هذه الدوره ديال اللي غنلصقوا في جهه العنق. غادي نثبتها بالفنيته هي الاولى باش ما تحركش لكم. حاولوا تثبتوها مزيان حتى الخدمه تجيكم تحكموا فيها. كنحاول نشرح لكم ادق التفاصيل باش بالنسبه للمبتدئات يفهموا مزيان. واحد الاخت قالت لي ما تبقايش تشرحي بزاف، غيقولي لينا غير الغرز كيفاش نديروا وخلي الفيديو يدوز. انا كنحاول نقول لكم جميع التفاصيل باش اللي ما فهماتش. وهذا الفيديو كنديرو بخصوصا، وهذا الشرح هذا كنديرو خصوصا للمبتدئات ماشي اللي عارفين وفاهمين كيفاش يخدموا. المهم انا كندير المبتدئات، اما اللي كتعرف راه كتكون عارفه كيفاش تبدا تخدم. داك الشيء علاش كنبغي نشرح لكم، حيت كاين اللي كتقول لي شرحي لينا وبقيت تخدمي وتشرحي. هذا الشيء علاش كنحاول نشرح لكم ادق التفاصيل. المهم هنا كما تبت كما كتشوفوا تبت هاد الجهه وهاد الجهه. غادي نبدا هنا من الراس، غادي نخدم الملاقيه ديالي. غادي نضرب هنا الفوق.
غندير نفس الملاقيه اللي خدمت في الاول اللي وريتكم في الكتف. غادي نوريكم كيفاش تبداو في القبض صافي، وانتم كملوا من عندكم باش ما يجيش الفيديو طويل. كنحاول نخدم غير بشويه باش تبان لكم الضربات في كنضرب. هادشي علاش كيجي بعد خطرات الفيديو طويل شويه، كنبغيش نقطع فيه. ما راه غادي نوريكم غير كيفاش كنضرب في الثوب صافي وننقز لكم. كنحاول كل حاجه نعطيها حقها ونوريكم كيفاش كتخدم بشويه. هاد الملاقيه هذه اللي غادي نشرك بها الجلابه كامله. انا غادي نكمل الخدمه ديالي ومن بعد نرجع نوريكم التتمه. هنا من بعد ما كملت الملاقيه تاع القب غادي نوريكم الشكل ديالها. هاي كما كتشوفوا حبست حد هاد البلاصه هذه اللي قلت لكم غتكون فيها الشوشه. هنايا كنخدموها، هذا هو اللي غادي يجي الوجه ديال الجلابه من على الوجه، هذا هو الظهر. وهذا الشويه هذا اللي خلينا تقريبا 5 سنتيم هو اللي كتكون فيه الشوشه. كنقلب التكفيفه كنديرها من الداخل باش برا يجي مفيني وما فيش الخياطه باينه. داكشي علاش حبست هنايا. ومن بعد كنقلبوا الخدمه ديالنا وكنخيطوها من هنايا. كنجمعوها غير دقه دقه، دقه الفوق ودقه لتحت كنجمعوها. ومن بعد كتخليو الا بغيتو ديروا الشوشه كتخليو بلاصه، ما بغيتوهاش راه كتسدوها حتى للحد. المهم انا غنوريكم كيفاش غادي نلاقيها. هنا كما كتشوفوا غادي نوريكم كيفاش غادي نلاقيها. غادي نضرب هنا في الثوب، ديروا غير ضربات عاديين ما بلا ما تحتاجوا ديروا هاد الملاقيه حيت ما غتجيش باينه. غادي غير نجمعوها باش ما تبانش الخياطه على برا ديال الماكينه. وكاين اللي كيجمع عادي بحال فوق بحال تحت. نبقاو نديرو غير دقه دقه. الا بغيتي ديري نفس الملاقيه حتى لتحت ديريها، غير هي كتجي شويه صعيبه. بحال هكا. نتوما ضربوا بالمقص باش هادي كتدخل كتبقاش ديك الخياطه كتلوى ليكم. صافي بحال هاد الشكل هكا كنديرو دقه دقه، دقه الفوق ودقه لتحت حتى كنجمعو هاد الشويه هذا. المهم انا غنكمل بنفس الطريقه بحال هكا ومن بعد نرجع لكم. المهم بحال هاد الشكل هكا هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما جمعتها هنا كيجي لداخل وهنا كيجي على برا. وهنا كما قلت لكم بغيتو تخليو بلاصه الشوشه كتخليو واحد شويه، ما بغيتوش ديروا الشوشه راه كتجمعوه بالخياطه حتى كتكملوها. صافي دابا غنوريكم كيفاش تلصقوه في الكول. غنوريكم كيفاش
كيفاش كيجي. هانتوما هذا هو الدوره ديال العنق، هي هذه، وهذه هي الخدمه اللي كتكون على برا، وهذه هي القنيته ديال الشوشه. المهم هذه هي الملاقيه اللي درت على برا هنايا، كتجي باينه، متخليوش هاد الخياطه هذه هابطه حتى لتحت حيت كتجي مزويناش وما كيجيش الشكل ديال القب زوين. وهنايا كما قلت لكم بغيتو ديروا الشوشه راه كتخليوها، ما بغيتوهاش راه كتجمعوها تكملوا الخياطه حتى للراس. نتمنى يكون الشرح واضح. دابا غنوريكم كيفاش غادي تخدموا الدوره ديال العنق. هذه هي الدوره ديال العنق، ها الكتف وها الكتف الثاني، هذا هو الدوره ديال الظهر، وهذا ديال الامام كما كتشوفوا. دابا غادي ندير هاد التكفيفه ديال الخياطه. قبل ما نخدم كندور الخياطه ديالي على هاد البرا والخيط، كنلوي سنتيم على برا، ما نديرهاش على الداخل باش كتجي مدرقه بالقب كما شرحت لكم في الاول ديال منين خدمت معكم هاد الملاقيه هادي ديال القدام. كنلوي هادي هكا وكندير الابره والخيط حتى كنكمل الملاقيه ديالي، عاد كنعاود نحلها ونقادها، ندير فينيسيو ديالي، كنلويها بحال هكا. انا ما درتهاش، قلت حتى نوريكم كيفاش تخدم باش اخواتي يشوفوا اللي كيجيهم القب صعيب. بحال هذا الشكل، بعد ما كيتقلب القب كيجي بحال هكا، كتجيش باينه الخياطه. هذا كامل هاد التكفيفه اللي غدور هنا، من بعد راه غادي نكمل الملاقيه ديالي، غندخلها هكا وكندوز على ديك التنبيله بالبرا والخيط. المهم دابا كندير غير كنوي عليها الخيط غير هكا حتى كنخدم الملاقيه ديالي. من بعد غادي نشرح معكم كيفاش كندير فينيسيون بالنسبه اللي بغات تعرف كيفاش. صافي كنتبع هاد التكفيفه كامله على الدوره ديال الكول كامله بنفس الشكل حتى تدورها على الثوق كامل حتى لهنا، وتعاود هذه حتى هي ديرها نفس الطريقه اللي درت في الجهه الاخرى. المهم انا غنكملها ومن بعد نرجع لكم. ها هو الشكل ديال الكول، هانتوما كما كتشوفوا. من بعد ما درت هاد التكفيفه ديالي كندخلو غير سنتيم ديال الخياطه، ما ندخلوش بزاف. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الفتحه ديال الامام، ها هي هذه. من بعد راه كما قلت لكم غادي تدور بحال هكا مع القب، ما غاديش تبان الخياطه. وهذا هو الظهر ديالو، هاد الملاقيه اللي درت هنايا ديال كما قلت لكم كتخليو الخياطه للداخل، هاد الجهه كتخليوها للداخل وهذه كديروها على برا باش ما كتجيش باينه هابطه هنا حتى لتحت، حيت كاين اللي كيخلي الخياطه كيهبط بها عاديه حتى لتحت وما كتجيش زوينه، كتبان الخياطه هنا عيبه. المهم دابا غادي نوريكم كيفاش غنلصقوا القب ديالي. سمحوا لي الا كنعاود لكم الهضره، المهم غير باش تفهموا مزيان حيت بزاف اللي كيبغيو هاد التفاصيل كامله نشرحها ليهم. نتمنى يكونوا فهمتوا الشرح ديال هاد القب هذا. كنلصقوا الكتف مع الكتف وكناخذوا الوسط ديال الظهر، هذا هو الوسط تاع الظهر، كندير فيه فنيته باش نعلمو اولا بالطباشير تتعلموه بحال هذا الشكل. دابا هذا هو الدوره ديال العنق ديالي، هذا هو الكول ديال الظهر. كناخذ هذا القب كنديرو بحال هذا الشكل هكا هكذايا. القب انا ديما كنخدمو من الوسط بحال هذا الشكل مع الوسط تاع الكول، كنبقى الملاقيه كنبقى نخيط بالملاقيه ديالي وكنهبط بها حتى للدوره كامله بحال هذا الشكل. غادي ما كنشرح لكم هاد الطريقه هذه
وتا بقى ليا شي زياده ديال القب راه من بعد راه كندخلها في التكفيفه ولا كنضربها بالمقص. الا كانت بزاف راه كنضربها بالمقص، كانت غير شويه راه كنحاول ندخلها في لوغلي. حاولوا ما يجيكمش الكول هو اللي كبير. القب الا جاكم الكبير راه عنده الحل كتنقصوا منه، اما الكول راه ما عندكمش كيف ديروا ليه. ديما حاولوا تقادوا الثوب. وكنخدم هاد الجهه هادي حتى كنكملها ونعاود نخدم تاني من نفس البلاصه فاش بديت في الاول، كنعاود نخدم حتى نكمل الجهه الثانيه. المهم كل وحده كتخدم على حساب البلاصه اللي جاتها مزيانه، حيت كاين اللي كتبدا من الجنب هنا كتبقى كتخدم كدور مع القب حتى كتكمل. بعد خطرات كيوقع الديكالاج كيجيك القب مايل الوسط ديالو كيجيك هنايا ما كيجيش في الوسط. المهم كل وحده وكيفاش كتخدم الخدمه ديالها. المهم انا وريتكم الطريقه ديالي، دابا غنوريكم كيفاش غادي نوريكم البدايه ديالها، ومن بعد نتوما كملوا القب ديالكم. هنا من بعد ما تبت الكول ديالي وتبت القب، هذا هو الوسط ديال الكول اللي علمت في الاول، وهذه هي الوسط تاع القب. غادي نضرب الضربه في الوسط تاع العنق هنايا باش من بعد نحيد هاد الفنيته ونخدم. الطريقه راه ساهله، غير حاولوا تبعوا الفيديو مزيان وغتجيكم ساهله ان شاء الله. صافي وكندير الملاقيه ديالي عادي، كنشد القب نخدم نفس الملاقيه. كاين اللي كدير غير ضربه كيف درت في القب لتحت، كدير ضربه الفوق في الكول وضربه في القب. ما كتبغيش تخدم الملاقيه في الدوره ديال العنق. وكاين اللي كدير الملاقيه. المهم انا كندير الملاقيه باش كيجيني زوين. نحل هاد العقده كنحاولوا نشدوا الثوب كيف الفوق كيف لتحت باش ما يجيكمش الديكالاج. المهم هذا هو الشكل ديال الملاقيه ديالي. المهم هذه هي الملاقيه. من بعد ما بديت من الوسط كتجي بحال هذا الشكل، كنكمل الدوره ديالي حتى نكمل حد هنايا الفتحه ديال العنق. ونفس الطريقه كنبدا عاوتاني نكمل الدوره الثانيه. صافي وهالقب وجد. وبالنسبه للمبتدئات ديما يبداو من الوسط، حاولوا تبداو من الوسط، ما تبداوش من البدايه ديال الكول، حيت غادي يجيكم الديكالاج. الا كنتو اول مره غادي تخدموا القب حاولوا ديما تبداو من الوسط، هكا غيجيكم القب ساهل في الخدمه. وحتى الثوب ما تحاولوش تجروا جهه وتطلقوا جهه، حاولوا تشدوا بهذه الطريقه هذه. تبتوا يديكم على الطرف التحتاني وشدوا الفوقاني بهذا الصبع هذا باش القب ما يجيكمش مراجل. نتمنى هاد النصائح اللي عطيتكم كامله تكونوا استفدتوا منها، واي استفسار بغيتوني نجاوبكم عليه اولا نديروا لكم في شي فيديو خليوه لي تحت في التعليقات. ان شاء الله جميع الطلبات ديالكم راني
كنقيدها وكنحاول باش ندير لكم كاع داكشي اللي بغيتو. ونتمنى الى استفدتوا من هذا الفيديو عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك والتعاليق ديالكم اللي كتشجعني وتحفزني باش نعطيكم المزيد، وبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده وهكا باش كتدعموني اكثر. ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.